جاي على بالي النهارده اعمل لكم الفراخ الشوايه بطعم زمان، ولا بهارات كتير ولا مقادير كتير، مش محتاجه اصلا سنان عشان خاطر تتاكل. هقول لك النهارده على شويه تركات هتطلع معاك الفراخ ديت كريسبي من بره وجوسي من جوه، قولوا سبحان الله. تعالوا نعمل مع بعض النهارده فراخ بالبصل المرتة فتاكه فتاكه فتاكه، مش هزار يعني. نسمي مع بعض بسم الله ونحضر مع بعض الكبه الشقيه. هوب انزل يا معلم كده بطماطميتين مع بصلتين وقرن فلفل سبايسي، بهاراتك ايه يا حديدي؟ ملح وفلفل اسود وبابريكا وشويه سبع بهارات ومعلقه سكر، فصين ثلاثه من الثوم وعصره ليمون. هي دي المقادير، هو ده المارينيشن او هي دي التتبيله اللي احنا هنعملها. حاجه يا جماعه من ورا العقل بكتير. تعالوا نسمي مع بعض بسم الله كده ونحضر كمان بصلتين نعملهم مرته ونحشي بيهم الفراخ بتاعتنا. اقول لك على حاجه، هتاكلي صوابعك وراهم، هتاكلي البصل ده قبل الفراخ. نسمي مع بعض بسم الله كده. بعد ما يتقطعوا جوليان او جوانح نحط عليهم بابريكا وفلفل اسود ونص معلقه سكر صغيره، وببركه ايديك يا ام تدعكيهم دعكه محترمه. بعد كده نجيب الفرخه بعد ما اتحطت في محلول نقع طبعا واتغسلت تمام، نبتدي نعمل مساج بقى بالتتبيله اللي احنا عملناها الاولانيه من تحت الجلد كده، وندعك الفرخه من جوه وندلعها كده ونظبطها. اهم حاجه ما تسيبليش حته في الفراخ غير لما تدعكيها بالتتبيله العظمه اللي احنا عملناها ديت. اقفلي الرجلين كده او الدبوسين دول كده بورقه فويل، وخليك انت اشطر مني، انا عملتها بعدها باربع ساعات حطيتها في الشوايه. اعمليها تاني يوم تالت يوم ما شاء الله هتديكي نتيجه مبهره. بعد كده يا جماعه بعد ما طلعت معايا من التلاجة بعد 4 ساعات نبتدي نجيب بقى السيخ بتاع الشوايه الجميل بتاعنا، ونبتدي نشك الفراخ بتاعتنا كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. وودي يا معلم على الفرن، سيبها بقى حوالي 40 دقيقه على درجه حراره 180، وخلي لي صينيه تحت الفراخ. وكل ربع ساعه كده العصاره اللي بتنزل او التتبيله اللي بتنزل سقي بيها الفراخ كده تطلع معاكي. بصي فراخ بطعم زمان ما شاء الله، بتتكلم مصري وواخده كمان الشعار المصري، ما اقولكيش على الطعم، لازم تجربيها ما شاء الله يا جماعه. شويه ملوخيه بقى جنبها، شويه بطاطس، شويه سلطات، هو ده الكلام المظبوط. بصوا المنظر عامل ازاي. تعالوا نفتح كده ونشوف ايه الاخبار بقى والتسويه عامله ايه. نفتح مع بعض بقى الفويل كده ونشوف، وافتح يا سمسم وريني العظمه. بص بقى العظمه وبص التسويه وبص المنظر عامل ازاي ما شاء الله يا جماعه. بجد الف هنا وشفا على اللي هياكل، واتمنى فعلا تجربيها. البصل ده بقى حطيه كده مع شويه رز او كليب العيش كده الطازه، يا مزاجه. الف هنا وشفا يا جماعه، يا رب تجربوها وتقولوا لنا رايكم ايه. طريقه سهله وبسيطه ومش محتاجه منك غلبه ولا حاجه، مقادير بسيطه جدا كلها عندك في درج المطبخ ودرج الثلاجه، تقدري تعمليها بكل سهوله. حتى لو اول مره تخش المطبخ تعملي فراخ الشوايه بفضل الله هتطلع معاكي ناجحه مليون الميه. بص العصاره عامله ازاي والصدر بتاع الفراخ عامل ازاي ما شاء الله، روعه الروعه بجد لا تقاوم. الف هنا وشفا يا جماعه. بص الورك عامل ازاي، زبده ما شاء الله، يعني حاجه كده مش محتاجه ولا سكينه ولا حاجه، تتاكل زي ما هي كده. اتمنى تقولوا لنا رايكم ايه في الكومنتات، ولو بتشوفوا اي وصفه على السوشيال ميديا تبلغونا في الكومنتات واحنا تحت امركم ان شاء الله ننفذها على طول. بنحاول دايما نعمل وصفات اقتصاديه ووصفات بطعم زمان، والوصفات المودرن كمان ان شاء الله نعملها لكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير يا جماعه للفيديو دوت، ولو عملتوا الوصفه كمان قولوا في الكومنتات عشان تشجعوا الناس تعمل الوصفات العظمه ديت. النهارده عملنا فراخ شوايه فتاكه. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. سلام عليكم.